صباح الفل، وكل أم مصرية بخير وسلام. كل سنة طيبين. 21 مارس ده يوم عظيم، يمكن أعظم أيام السنة. الأم المصرية من وجهة نظري طبعا أفضل أم على الإطلاق من حيث كل الصفات. شفت أمهات كتيرة في بلاد كتيرة، الأم المصرية دي ما بيهونش عليها ابنها أو بنتها على الإطلاق. بتفضل شقيانة بقى من أول ما تحمل لحد ما تجوزه ويخلف، وتفضل معاه خطوة بخطوة. صح؟ مش أمهاتنا كلهم كده؟ مفيش زيها، يعني مش هتتكرر. ست جدعة، ست أصيلة، ست بتستحمل، ست بتعيش على أي ظروف، بتعيش تحت أي وضع، معاك عايش مش معاك بتعيش. فما اعتقدش في أم كده يعني على وجه الأرض. كل الأمهات حنينة، لكن الأم المصرية كده تحس سبيشال كيس كده، حاجة يعني حاجة تانية خالص. تحية لكل أم مصرية، وتحية لكل أم شهيد قدمت ابنها للوطن أو للدين أو تحت أي مسمى. تحية للأمهات لسه الصغيرين دول اللي هم لسه بيجيبوا بيبيهات جديدة كده ومش عارفين يتعاملوا. بس تعاملي وافرحي بابنك وعيشي معاه طفولته، علشان يمكن انت ما تكونيش عشتيها وانت صغيرة. يمكن أرقى إحساس في الدنيا بأمانة إحساس الأمومة. أصل دي بتبقى غريزة بقى طبيعية، يعني يقول لك الإحساس ده عمره ما بيموت. يعني يمكن أحاسيس كتيرة تحب وتسيب اللي بتحبه، أو يسيبك، أو مش عارفة إيه لكن إحساس وغريزة الأمومة ده إحساس لا ينتهي، موجود بالفطرة. يعني أنت البنت بتبقى مولودة وهي جواها أصلا غريزة الأمومة. يعني لما تشوفها مامتها جابت طفل صغير بعديها تفضل تربيه وتراعيه. لو عندها كلبة صغننة أو قطة صغيرة تفضل تدلع فيها. فإحساس وغريزة الأمومة ده إحساس فطري. كل سنة طيبين يا أمهات، يا حلوين، يا شقيانين، يا تعبانين. بس الشقة والتعب بتاعكم ربنا هيترجمه لحاجات كويسة جدا في ولادكم. ثقوا تماما ان انتوا معاكوا وزنة حلوة او ثمار حلوة ربنا اداها لكم، وانتوا بتشكلوا فيها وتطلعوها احسن حاجة في الدنيا. يا رب كده تشوفوا ولادكم احسن حاجات في الدنيا. كل سنة طيبين.